اهلا بيكم في فيديو جديد. لو اول مره تشوفونا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه. هنبدا فيديو النهارده بولد عادي جدا اسمه مايلز بيحضر شنطته ورايح المدرسه، وباباه طبعا بيوصله بعربيه الشرطه، ومايلز مكانش بيحب كده. خلص مدرسته وبعد كده راح لعمه. عمه ده كان بيحبه جدا، بس عمه طبعا كان مشاغب شويه. عمه طبعا لما جه قعد معاه قال له يا مايلز تعالى اوديك مكان مش هتحلم بيه ابدا، بس تعالنا كلنا لقمتين كده ونتفرج على التلفزيون وانت تلعب في الملاكمة شوية. وفعلا بعد ما كلوا خد مايلز ونزلوا وفضلوا ماشيين كده في نفق تحت الارض، وعدوا كمان سور الناحية التانية، وادى المايلز ادوات يرسم بيها على الحيطة. وفعلا مسك السبراي وفضل يرسم على الحيطة لحد ما ظهر كده عنكبوت مشع شكله غريب، وبدأ يخش فعلا في الجزمة بتاعت مايلز ويخش بين لبسه. وبعد كده مايلز طبعا عمل رسمة جميلة جدا وخلصها، لكن بعد ما خلصها العنكبوت ده نط على ايده وقرصه قرصة جامدة جدا، وحصلت له بعد كده حاجة غريبة. بعد كده مايلز خد عمه وهما الاتنين مشوا. لما مايلز صحي من النوم وجه يلبس البنطلون بتاعه حس ان البنطلون ضيق، وبعد كده جه بيكلم زميلته دي، حط ايده على كتفها كده، راحت ايده لزقت في شعرها، ما كانتش عايزة تطلع خالص، واضطرت ان هي تحلق حتة من شعرها عشان ايده تطلع. وطبعا مايلز كان مستغرب جدا من اللي بيحصل له ده ومش عارف ايه اللي حصل له، وبيقول اشمعنى انا. وطبعا جه الامن قال له تعالى هنا نشوف ايه اللي انت عملته في البنت ده. وفضل يجري لحد ما دخل اوضه، طلعت الاوضه بتاعه الامن، وفضل طبعا ايده بتلزق في كل حاجه لحد ما طلع بره، ورجله كمان بدات بتلزق ولزق في الحيطه، وفضل يمشي كده ويجري ومش عارف يعمل ايه ولا يطلع ايده ازاي من الحيطه. وبدا يعني ان هو يفك نفسه وجري، وبدا يتصل بعمه لكن عمه ما كانش بيرد. وفعلا راح المكان اللي كان فيه مع عمه واللي كان فيه العنكبوت ده، راح لقى ان العنكبوت شكله غريب جدا وكأنه بيكهرب كده لان هو عنكبوت مشع. وبعد كده لقى ان ورا المكان ده في سبايدر مان كان بيضرب وحش غريب كده. وبعد كده مايلز دخل جوه المكان ده عشان يشوف ايه اللي بيحصل، ولقى نفسه كده ان هو راح في حتة وكان هيقع، لكن سبايدر مان خده وانقذه وقعده بعيد. قال له هو انت زيي؟ حس كده فعلا ان مايلز برضو هيطلع سبايدر مان. وطبعا الجهاز ده بيستخدمه واحد شهير اسمه كينج بين، عايز ان هو يخلط بين العوالم عشان عايز يعمل حاجة معينة كده. وبعد كده ظهر راجل تاني فضل يضرب في سبايدر مان جامد، وظهر كينج بين عشان هو كمان يقضي على سبايدر مان. لكن سبايدر مان كان معاه فلاشة كده وعايز يحطها عشان يقضي على الجهاز ده، لان الجهاز ده اول ما اشتغل اتسبب كده في خراب غريب جدا في المدينة. وفعلا سبايدر مان خد الوحش ونط في الجهاز، والجهاز رجع تاني لطبيعته وباظ. لكن سبايدر مان وقع وكان هيموت، وادى الفلاشة دي لمايلز قال له خدها واهرب بسرعة، لكن كينج بين جه وموت سبايدر مان. ومايلز فضل يجري، وفضل واحد من الاشرار بيجري وراه عشان عايز يلحقه وعشان ما يخليش يكون في اي حد شاف الكلام اللي بيحصل ده. لكن راح لباباه ومامته قالوا يا ابني انت ازاي سبت المدرسة وجيت؟ قال لهم بس ده انا عايز اجي اسلم عليكم وانام معاكم النهارده. هو فعلا قعد معاهم لحد ما مشي، وراح محل واشترى بدلة سبايدر مان ولبسها، وفضل يحاول ان هو يجرب ازاي ينط كده، لكن ما كانش عارف ينط زي سبايدر مان ويستخدم شبكته. وقع فعلا على الارض، وبعد ما وقع كمان كسر الفلاشة اللي كانت في ايده، ودي كانت حاجة صدمته جدا جدا. وراح للقبر اللي كان فيه بيتر باركر اللي هو سبايدر مان، لقى ان في حد جاي من وراه، راحت ايد سبايدر مان اللي هو مايلز كهربته، والتاني طلع عنكبوت من ايده وشده، وفضلوا كده في بعض مش عارفين يسيبوا بعض. وبدأ يحكي له الراجل التاني ده سبايدر مان من عالم تاني، بعد ما الجهاز اشتغل حصل فيه ثقب اسود شفطه وداه للعالم بتاع مايلز دلوقتي. وجات الشرطة فعلا بتجري وراهم وبيقولوا يا ابني انت ايه اللي بتعمله؟ انت ماسك واحد ميت وبتجري بيه ولا ايه؟ وفعلا مايلز شاله ورا ظهره وفضل يجري بيه وعايز يهرب بيه من الشرطة عشان مفيش اي حد يمسكه. وفعلا وداه المكان تقريبا بتاع عمه كده، وربطه بالشباك بتاعته، قال له انت مين وايه اللي جابك هنا؟ ده بيتر باركر مات. قال له اللي حصل بقى ان في ثقب اسود وسحبه وداه العالم بتاعه، وطبعا بدأ بيحصل له حاجات غريبة ده عشان مش العالم بتاعه.
وخد طبعا سبايدر مان اللي هو جاي من العالم التاني واكله وشربه واداله عصير وقال له احنا عايزين نفكر بقى هنعمل ايه. خدوه عشان يروحوا المعمل اللي فيه كينج بن ده والمساعدين بتوعه، وفعلا بدأوا ان هم يخططوا ايه اللي هيعملوه هناك، وان هم هيعملوا فلاشة جديدة وهياخدوا بيها الحاجات اللي هي على اللابتوب ده اللي هتساعدهم في ان هم يقضوا على الجهاز ده. وفعلا دخلوا جوه وبدأت ايد مايلز تلزق برضو في الحيطة تاني ويهبت كده، وسبايدر مان بيقول له اهدى يا ابني كده هتكشفنا. وطلع ان في مهارة تانية للمايلز ان هو بيقدر يختفي. وجات الدكتورة دي دخلت جوه كانت منبهرة ان سبايدر مان ازاي جه وازاي جه من عالم تاني، وبدأت ان هي تربطه في الكرسي عشان تحلله، وقالت له انت بتعرفش انا مين؟ انا الدكتورة اوليفيا اوكتافيوس. وفعلا بدأت تجري وراهم. جت البنت دي اللي كانت مع مايلز في المدرسة كانت معاها في المعمل، وطبعا مايلز وسبايدر مان خدوا بعضهم وجري، وبدأت الدكتورة اوليفيا اوكتافيوس دي تجري وراهم مع الاشرار. وطبعا جريوا ناحية الغابة وبدأوا يتسلقوا الاشجار ومن شجرة لشجرة، وبدأ يحاول يضرب مايلز ازاي يستخدم شباكه. وظهرت كمان بنت كده سبايدر وومن وضربت الدكتورة دي وطيرتها بعيد كمان. ودي طلعت برضو واحدة جاية من عالم تاني وعضها برضو عنكبوت مشع بقت سبايدر مان. لكن سبايدر مان هو بيتر باركر في عالمها كان مات، وحصل ثقب اسود شفطها وجات العالم ده، وهي فعلا قدرت تنقذهم. وكينج مان هيبداوا يحكوا ان هو بيعمل كده لان هو بيضرب سبايدر مان. مراته وابنه شافوه واتصدموا جدا وطلعوا يجروا بره بالعربيه بتاعتهم وعملوا حادثه، وهو بيحاول يستخدم الجهاز ده عشان يرجعهم تاني من العوالم التانيه. وبدأ بيتر باركر اللي جاي من عالم تاني يروح لعمته. عمته طبعا كانت مندهشة جدا جدا، لكن هي فهمت اللي حصل وقالت لهم انتوا جايين طبعا عشان الفنكوش اللي هو الفلاشة دي، فتعالوا ورايا هنروح مخبأ سبايدر مان. راحوا المخبأ ولقوا طبعا البدل بتاعته الكتيرة دي والاجهزة بتاعته كمان. وبيتر باركر ده لقى حبيبته اللي هو بيحبها طول عمره، وقالت له كمان اوعى تفتكروا ان كنتوا لوحدكم، ده في ناس كمان موجودين هنا. بدأوا طبعا يعرفوا بنفسهم. في واحد اللي هو ابيض واسود ده قديم جدا، وطبعا خنزير صغير برضو عضه عنكبوت بقى سبايدر مان. والست دي جايه من المستقبل شبه كرتونات الانمي. وبدأ يحكوا لهم ان هو كل واحد في العالم بتاعه عضه عنكبوت مشع غريب وتحولوا زي ما انتم شايفين كده بالطريقه دي. بدأوا طبعا يحاولوا يضربوا مايلز، لكن مايلز فشل ووقع. وبدأوا يتكلموا مع بعض كده بيقولوا لازم احنا اللي نخلص الموضوع ده، الموضوع ده يبقى خطر على مايلز لو راح لوحده. مايلز زعل ومشي لوحده. وطبعا بدأ بامته وباباه يحاولوا يتصلوا بيه مش عارفين يوصلوا له خالص. وفي اللقطة دي مايلز راح لبيت عمه وكان عايز يكتب له جواب ويسيبه له، لكن لقى ان في راجل متنكر كده اللي هو اللي كان بيضربه بيجري ودخل جوه. لكن مايلز اتصدم جدا لما عرف ان الراجل ده طلع عمه في الاخر، وطبعا طلع يجري بره. واول ما جري عمه طبعا شاف ان في حد جري، خد بعضه وجري وراه. لكن مايلز عرف يهرب منه المرة دي، لكن هم تتبعوه لحد ما وصل لحد عمته هناك. وطبعا مايلز كان عمال بيحكي لهم ايه اللي حصل، وان عمه هو طلع الراجل الشرير اللي شغال مع كينج بن. وطبعا الاشرار دول تتبعوا مايلز وراحوا هناك، بدأوا ان هم يعملوا معاهم معركة ويضربوا فيهم. والست دي طلعت العنكبوت اللي هو سبايدر مان بتاعها الآلي، والعمة كمان مسكت العصاية وفضلت تضرب الراجل ده. وادوا لمايلز الفلاش وقالوا اطلع يجري واهرب قبل ما حد يمسكها. لكن الراجل ده اللي هو عمه لسه ما يعرفش ان ده مايلز، كان هيموته. لكن طبعا اتفاجئ ان هو مايلز. قال له انت ازاي هنا يا مايلز، ازاي تعمل كده؟ وفعلا سابه. لكن كينج بن ضرب عمه بالنار، وعمه طبعا وقع على الارض. وعمه قال لمايلز يا مايلز حقق اللي نفسك فيه، انت احسن واحد فينا. بعد كده ابو مايلز دخل جوه لقى ان اخوه مات. طبعا فاكر ان سبايدر مان هو اللي موته، لكن مش هو ده اللي حصل طبعا. وبعد كده مايلز راح للغرفه بتاعته في المدرسه هناك، واصحابه دول راحوا له وقالوا له يا مايلز احنا اللي هنعمل القصه دي لوحدنا وما تزعلش مننا، احنا خايفين عليك. وربطوه فعلا في الكرسي عشان ما يجيش معاهم، وراحوا هم عشان يقضوا على الجهاز ده. وجه باباه فضل يقول له يا مايلز انا بحبك جدا ونفسي تطلع احسن مني وتطلع احسن واحد في الدنيا، ولازم تحقق حلمك وكل اللي انت بتتمناه. بعد كده طلعت منه قوة خارقة بتاعة الكهرباء دي، قدر يستخدمها يفك الشباك بتاعته. والعمة دي بتقول له على فكرة انا كنت مستنياك يا مايلز.
فعلا اديته جهاز كده في ايده ان هو يقدر يستخدم بيه شبكة سبايدر مان، واديته كمان بدلة جديدة. وفي اللقطة دي كان في حفلة، وكل الناس اللي بتقدم المشروبات كانوا لابسين قناع سبايدر مان، ودي خلت طبعا الابطال دول ان هم لابسين زي سبايدر مان محدش هيستغرب منهم وهيقدروا يدخلوا جوه. فعلا دخلوا وقدروا ان هم كمان يضربوا الحراس. لكن بعد فوات الأوان كان كينج بن وأعوانه شغلوا الجهاز اللي هو بيخلي العوالم كلها تخش في بعض، لكن حاولوا يروحوا عند مكان الجهاز ده ويشوفوا ايه اللي حصل. لكن فعلا بدأت المدينة تتحول كده بشكل غريب جدا. وفي اللقطة دي سبايدر مان كان معاه الفلاش وكان لسه جاي يحطها في الجهاز عشان يوقفه، جت الدكتورة اللي هي اوليفيا اوكتافيوس وعمالة بتضرب فيهم. لكن جيم مايلز طبعا بالبدلة بتاعته الجديدة فضل يحاربهم، وفضل كل واحد من أبطالنا يضرب واحد من الناس الشريرة دي. لكن العقرب ده كان قوي جدا وضرب الآلي العنكبوت بتاع البنت اللطيفة اللي هي الانمي دي. لكن الراجل الابيض واسود والخنزير ده جم عليه وقدروا يضربوها، وجت السبايدر وومن كمان وضربت الدكتورة دي ومشيتها بعيد. ومايلز كمان البطل قدر ان هو يستخدم الفلاشة بتاعته ويحطها في الجهاز عشان يوقف كل حاجة. وطبعا فتح العوالم بتاعة اصحابه دول، وبدأ كل واحد فيهم ينسحب ويروح العالم بتاعه ما عدا بيتر باركر اللي هو قال له انا مش هقدر اسيبك دلوقتي خالص، كينج بن ده قوي جدا وممكن يموتك. قال له لا ملكش دعوه يا بيتر باركر، وفعلا خده كده وحدفوا المكان بتاعه. وبدات بعد كده معركه كبيره بين مايلز وكينج بن الضخم الشرير ده. ومايلز فضل يضربه جامد جدا وفضل في معركه بينهم، وحتى راجل الشرطه ده فضل يتفرج عليهم. لكن كينج بن كان قوي جدا وكان خلاص هيقضي على مايلز لحد ما مايلز طلعت منه قوه خارقه بتاعه الكهرباء دي ونطر كينج بن ده بعيد جدا. وكمان الجهاز انفجر وعمل انفجار كبير جدا جدا. لكن مايلز ما حصلوش حاجه وقدر يطلع بره، ولقى بابا الشرطي ده طبعا جري عليه وحضنه. طبعا قال له يعني شكرا لمساعدتك ليا، وكمان ساعدهم في ان هم يقبضوا على كينج بن. وبكده يبقى خلص ملخصنا النهارده، والى اللقاء في ملخص تاني جديد.